السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي دكاترة مهندسين الصف الخامس ابتدائي، أهلا بيكم يا رب تكونوا بخير. معكم مستر حسام الباهي، والنهارده الكويس إن شاء الله هنراجع مع بعض مراجعة شهر نوفمبر من كتاب الأضواء، وده هنقسم متواجد في الكتاب صفحة 213 لو أنت معاك الكتاب، وأنت لو معكش الكتاب فأنا بالنسبة لك عشان نسي في صورة PDF تقدر تروح تحمله من قناة التليجرام، هتلاقي طبعا كل ده في الكلام ده فين؟ في الوصف. في السؤال هنا بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة. ال 13 مضروب في 21، فدي هندسة 21 مضروب في 13. الواحد في تلاتة والاتنين في تلاتة بستة. نحفظ أول خانة بصفر، الواحد فيه واحد بواحد والواحد في اتنين باتنين. اجمع كده يلا، دي كده تلاتة، دي سبعة، دي اتنين. 273 اللي هو الاختيار الأول. طب ده فندق يتكون من 12 طبقة لكل طابق 26 غرفة، فإجمالي عدد الغرف يا هندسة. إجمالي يعني إيه؟ كله. حلو. هل هنا مثلا هنجمع ولا نضرب؟ تعال نشوف. كل طابق يتكون من 12 طابق أهو، دي مثلا هندسة 12 طابق أهو. كل طابق مقسم ل24، يبقى نروح ايه؟ نضرب. برافو عليك. فدي 26 مضروبة في ال 12. هنحاول في كل سؤال نستخدم لك لون مختلف عشان تعرف اللون ده تبع انهي سؤال. دي كده هنبدأ السؤال التاني. 2 في 6 ب 12، 2 معايا 1. الواحد في 2 ب 2، واحد يبقوا 4. 2 في 2 ب 4، واحد يبقوا كام؟ 5. نحفظ أول خانة بصفر، 1 في 6 ب 6، واحد في 2 ب 2. اجمع كده دول 2، 11، واحد ومعايا واحد، واحد و2 كام؟ 3. 312 اللي هو الاختيار التالت. طب شوف السؤال اللي بعده، بيقول لك تقدير حاصل الضرب ده. الخمسة قدامها صفر فبتنزلش حاجة، تبقى 5 قدامها رقمين ينزل صفرين. الواحد قدامه 2 ما بتزودش، تبقى 10 زي ما هي. كام صفر دولت؟ 3 اهو، 1 2 3، 1 في 5 ب5 فأصبحت 5000 الاختيار التالت برضه. اللي بعديه هنا هندسة، ده عملت ايه؟ يساوي، ودي هندسة خدت 9، جميل جدا. فتبقى لك 7 زائد كام؟ عشان تساوي 57 يبقى تبقى لك 50، مش محتاجة ديت. باقي قسم ثواني، هو يا مستر عشان خاطر العدد يكبر القسم على 5 كنا واخدينه السنة اللي فاتت لازم يكون الأحاد بتاعه 0 أو 5. 153 نعرف نخلي الأحاد بتاعها 0 أو 5، أنهي الأقرب؟ واحد يقول لي يا مستر نخليها 5 ونزود عليها 2، نقول لك غلط. فبالتالي هندسة احنا لازم نطرح مش نزود. طب تطرح كام عشان يساوي العدد الأحاد بتاعه 0؟ لو طرحت 3 هيطلع معايا 150، ساعتها يقبل الجسم على ال5. هو عايز الباقي يبقى اللي أنا طرحته اللي هو هنا بيساوي ال3. العدد الذي إذا قسم على 7 كان خارج القسمة 5 والباقي الأربعة. كان خارج القسمة أو إذا قسم على 7 عدد أهوت ينقسم على 7، خارج القسمة 5 ما بين قوسين كده الباقي بتاعه الأربعة. فعاوز العدد. بص كده احنا كنا بنعمل إيه؟ نضرب نجمع، فنضرب ال7 مضروب في 5 ونجمع الأربعة. 5 في 7 35 زائد الأربعة يا صديقي. الأربعة 35 زائد الأربعة ب39، فنروح نختار ال39. طب اللي بعديه دي خلصنا. طب دي هندسة، لما بنيجي نضرب في 100 العمل على الشيء بيروح ناحية اليمين رقمين عشان خاطر في صفر. 1 2 تبقى هنا، فتصبح هنا يا صديقي ركز كده اهوت، هي 1 2 تبقى هنا 721 صحيح. طب ده يا مستر تروح ناحية اليمين رقمين 1 2 فأصبحت 7200، فطبعا ال 7000 أكبر أصلا من أي رقمين في خانة الآحاد أو الوحدات عامة يعني. عند ضرب الرقم ده هوت هندسة فإن قيمة الرقم 4 تصبح كام؟ لما نيجي نضرب في واحد جزءا من فالعمل عشان نروح ناحية الشمال كام رقم؟ رقم واحد. عشان ايه؟ عشان دي اسمها جزء من 10. فتبقى هندسة تبقى هنا، فدي 5 4 0 علامة على الشيء تسيبها كده؟ لا، هي يا مستر كانت الأربعة في خانة جزء من 10 أصبحت 4 جزءا من 100 اللي هو بس كده. الاختيار الأخير. بس كده. طب السؤال رقم 10 هنا هندسة، في السؤال ده بقى سؤال جميل جدا. بص كده أنا هقول لك تحله ازاي. 1 5 3 1 5 3 4 2 اكتب نقطة 4 2. تعالى بقى عد لي علامات الحشرية. واحد يروح يحط 42 واحدة واحدة. هنا العلامة الحشرية بعد رقمين وهنا رقم يبقوا 3 أرقام. هنا بعد رقم يبقى لازم هنا عشان الخط يبقى كله 3 زي بعض، يبقى هنا بعد كده كام رقم؟ رقمين، يبقى اسمها 42 جزء من 100 اللي هو الاختيار التالت. كده في 5 15 وهنا رقم وهنا رقم، يبقى كده بعد كام رقم؟ رقمين، فأصبحت 15 من 100. 3 في جزء من 10 دي اسمها جزء من 10 مضروبة في التلاتة. 2 في 3 6 تبقى بتساوي 6 أجزاء من 10. نكتب اهوت 6 فقط اللي فين ديت أهي. احنا قلنا دي كام؟ 15 من 100. طب ده يا صديقي هنا كده يا صديقي بتساوي تمام 13 أهيت وأهيت وأهي.
نجمع كل ده تطلع 115 اللي هي فين ديت؟ الاختيار التالت التاني عفوا. هنا هندسة بقى، هنا بيقول لك 136 على الستة بتساوي 22 والباقي كام؟ تعالى كده اضرب ال 22 مضروب 6، 22 مضروب 6، 2 في 6 ب 12، 2 ومعايا 1، 2 في 6 ب 12 واحد يبقوا 13. شوف كده هندسة هي كام هنا؟ 136 اطرح منها ديت 132، اللي هيطلع لنا هو اسمه باقي أو خارج القسم أو الباقي بتاع القسم يا باشمهندس. 6 ناقص 2 بالأربعة، و3 ناقص 3 بصفر، 1 ناقص 1 بصفر، فيبقى كده هندسة بالأربعة اللي هو الاختيار التاني. بيقول لك خزان مياه سعته 48 لتر، فتكون سعة الخزان بالملي لترات تساوي كام ملي لتر؟ فاللي من لتر لحد ملي لتر نضرب فيه الألف، فتبقى عبارة عن 48 مضروبة في الألف، تبقى أصبحت 48,000. فين 48,000 أهو. طب ده يا مستر ركز بقى معايا، هل في رقم متكرر؟ ال 85 نزله. اجمع بقى الرقم التاني اللي هو 40 زائد الاتنين بكام؟ ب 42، يبقى مضروبة في ال 42. دورت عليها لقيت الاختيار الأول. طب اللي بعديه العدد الناقص في نموذج مساحة المستطيل بيضرب اللي فوق في اللي على الشمال، اللي هو هنا العشرة مضروبة في ال20، صفر ننزله والواحد في 2 ب2 اللي هو أصبحت كام؟ 200. طب اللي بعديه بيقول لك هنا يا مستر جسم تقسم ال10 ده بيروح مع ده، فأصبحت كام صديقي؟ 55. هنا بقى بيقول لك 55 على الاتنين، فاكر لما كنا بناخده في سنة رابعة السنة اللي فاتت لما يكون الباص شبه بعضه اللي مقامه صغير هو الكبير تبقى العلامة مفتوحة نهاية الواحد، فتبقى الاختيار ده. في النموذج المقابل يعبر عن مسألة الضرب. حلو، الكام في كام يعني؟ اللي فوق في اللي على الشمال 10 زائد 8 ب18، واللي فوق هنا 50 زائد 3 ب53. تعال ندور عليه. دورت لقيتها الاختيار التالت، رحت اختارها بس كده. بس رقم 21 هنا هندسة بيقول لك ال 75 مضروب في ال 39 بتساوي 45 75 مضروب في ال 40، ده زود ادي واحد يبقى تنقص هنا، يبقى 75 مضروب في واحد اللي هي بتساوي 75 اللي هو الاختيار الأخير. اشترى مالك وأخته 8 كتب، ثمن الكتاب الواحد 101 جنيه، فإذا قسمنا ثمن الكتاب عليهما بالتساوي اللي هو كام؟ 101 جنيه، فإن المبلغ في ناس تروح تضرب فبالتالي غلط. احنا نروح نعمل ايه؟ نقسم ال101 على مالك وأخته اللي هما كام شخص؟ شخصين. مستر مش عارف ولا أنا كمان عارف إيه؟ تعال واحدة واحدة. دي كام؟ 101 اللي هي عبارة عن 100 زائد، برافو عليك، الواحد. نقسم ده على الاتنين وده على الاتنين، 100 على الاتنين ف50، واحدة على الاتنين اللي فيها نص، برافو عليك، فتجمعهم على بعض وتحطهم هنا اسمها 50 ونص. فين 50 ونص هنا يا مستر؟ أنا معرفش، فإن المبلغ الذي سيدفعه كل شخص هما التمن كتب بقى، فتروح تضرب ال50 في نص، ال50 ونص ديت في التمانية، ديت كده تطلع تيجي شوية على الطالب. فالطريقة التانية هندسة نقول لك أنا نضرب ال101 مضروبة في التمانية وبعد كده نقسمها على اتنين في الآخر أهو. 4 على الاتنين فيها أو 2 على 8 على 2 فيها الأربعة، فأصبحت 101 في الأربعة، 1 في الأربعة بأربعة، والواحد في صفر أو الأربعة في صفر بصفر، والواحد في الأربعة بأربعة، فأصبحت 404 الاختيار التاني. طب السؤال ده تقدير ناتج القسمة دهوت بيساوي كام؟ تعالى واحدة واحدة كده على جنبنا. هنا هندسة واحد قدامه 7 بتزود فتبقى ديت 2 فأصبحت 200، عفوا أصبحت 2000، على الواحد قدامه 7 بتزود فأصبحت 20، صفر مع الصفر هنا في صفرين ينزلوا، واتنين على اتنين فالواحد فأصبحت 100، مش محتاجين دول في حاجة أهو. طب اللي بعديه هنا بس نروح نضرب، لما تضرب في 100 العلامة عشان تروح ناحية اليمين كم رقمين عشان خاطر هنا في صفرين، فأصبحت دي 23 قد بعض نختار يساوي. كم مرة يجب ضرب العدد 10 في نفسه ليساوي 1000؟ هو كم صفر؟ 3 أصفار، يبقى ينضرب في 3 مرات بس. ثانيا الهندسة بيقول لك هنا أكمل ما يلي. يلا بينا رقم واحد، 2.5 مضروبة في 3.4 آدي 3.4 مضروبة في 2.5. أنا مش عايزك يا صديقي تقلق من أي حاجة وخصوصا علامات العشرية ولا أكنك شايفهم من حاجة أهو، بس كده متزعلش نفسك، اضرب بقى عادي. يلا 4 في 5 ب20، صفر معايا الاتنين، 3 في 5 ب15 واتنين بقت 17، اكتب إن هو 17. نحفظ أول خانة بصفر، 2 في 4 ب8 والاتنين في 3 ب6،
اجمع يلا كده، دي كده صفر، دي كده 7 و8 15، 5 معايا 1، 1 و2 كام؟ 1 و1 2 وكمان 6 يبقوا 8، والعلامة العشرية هنا رقم وهنا رقم، فنحطها بعد رقمين، فتكتبناها كده. بص 1 2 أهو، بس يا مستر العلامة العشرية هنا هندسة بعد رقمين، حلو، وفي صفر على اليمين بنشيل، أصبحت 8 ونص عادي جدا. طب ديت نضرب هندسة، ممكن تضرب زي ما هي عادي، 3 في 6 ب18، 8 ومعاك الواحد، و3 في 3 ب9، واحد يبقوا 10، صفر ومعاك الواحد، واحد في 3 3، ومعاك واحد يبقوا كام؟ إلا 4. العلامة العشرية هنا رقم وهنا رقم يبقوا رقمين، 1 2 تحطها هنا، واحد يقول نروح نمسح صفر، نقول لأ، عشان خاطر الصفر لازم يكون ما بعدوش رقم، هنا بعد رقم اللي هو 8 مش هينفع نمسحها. طب ديت ادي 47 مضروبة في 39، السبعة لما تضرب في التسعة بتساوي 63، 3 مع 6، والأربعة في 9 ب36، 6 و6 12، 2 ومعايا 1 فأصبحت كام؟ 42. نزلها كلها، نحفظ أول خانة، نحفظ أول خانة بصفر. التلاتة تنضرب في السبعة بكام يا صديقي؟ 3 في 7 ب21، واحد ومع الاتنين، و3 في 4 ب12، 2 ومعايا 1، 12 يا باشمهندس زي ما هي، نجمع بدل ال 14، نزل هنا ال 14، اجمع كده دول 3 3 4 4 8 1 ينزل، فتبقى 1833. هل في علامات عشرية؟ لأ، فخلاص. طب هنا عايز يكسب يا مستر، بص صفر مع الصفر، في صفر ينزل، وال 24 كلها على التلاتة فيها التمانية، فيمكن إنه 80 والسؤال خلص. طب شوف اللي بعديه، هنا يا مستر هنعمل إيه؟ هنا التمانية مع التمانية اتبقى لك 3 أصفار، وإيه اللي انضرب في 8 زائد 8؟ الواحد، فأصبحت التمانية في 1000. طب هنا يا صديقي نحطهم تحت بعض، 4 4 3 اللي هو 443 مضروبة في ال 14، 3 في 4 ب12، 2 معايا 1، 4 في 4 ب16، 1 17، 7 معايا 1، 4 في 4 ب16، 1 17، تنزل كلها. نحفظ أول خانة بصفر، الواحد في أي رقم بيلزم هو، 1 في 3 3، ب4 ب4، و1 في ال4 ب4، دي كانت 2 10، صفر معايا 1، 1 و7 8، 8 وال4 كام؟ 12، 2 معايا 1، 1 1 2 وكمان 4 يبقوا 6، فأصبحت 6202، والسؤال ده كده خلص. طب هنا هندسة في السؤال رقم كام؟ رقم 7، عايز يقسم على 43، تعالى على جنب اهوت هندسة، هنكتب هنا 9331 على 43، حافظ جدول الضرب بتاعك، يلا بينا، 1 2 3 4 5 6، يبقى كده. فنروح نقول له هندسة ركز بقى معايا، الواحد في 3 3 والواحد في الأربعة ب4، 2 في 3 ب6 والاتنين في 4 ب8، 3 في 3 ب9، 3 في 4 ب12، الأربعة 3 في 4 ب12، 2 معايا 1، و4 في 4 ب16، 16 وواحد يبقوا 17، 3 في 5 3 في 5 ب15، 5 معايا 1، والخمسة في 24، واحد يبقى 21، اضرب في 6، 3 في 6 ب18، 8 ومعايا 1، والأربعة في 6 بكام؟ ب6 ب24، واحد يبقوا 25، فأصبحت 258. لو احتاجنا هنبقى نزود هنا أهو، ما تزعلش نفسك، 7 8 9، ما تغلقش يعني، لو احتاجنا إن احنا نزود أرقام هنزود، المساحة موجودة والكلام موجود. دول هندسة رقمين، هتروح تاخد لي رقمين اللي هو 93، ال93 أقرب للكام؟ برافو عليك 86، نحط ال86 هنا والاتنين ديت فوق، في رقمين بينزلوا قبل أي حاجة، في ناس بتنساها، 3 ناقص 6، واحد يقول ب3، ما ينفعش نطرح رقم صغير من رقم كبير، نروح نستلف، التلاتة تروح تخبط على باب الأربعة، بعد إذنك أنا عاوز منك نستلف، فالتسعة ديت تنقص واحدة بس، فبقت 8، ودي عشان هي راحت استلفت فتزيد 10، أصبحت 13، 13 هنشيل منهم 6 يا صديقي، لو نفكر شوية هتلاقيهم 7، و8 ناقص 8 بصفر، خلاص شغالين مع كام رقم؟ رقمين، هي ال 73 أقرب للكام؟ أقرب ليه، برافو عليك يا هندسة، ال 43، يبقى تحط 43 ودي مضروبة في 1. هنا هندسة لما تيجي تطرح بس في رقم بينزل زي ما هو عادي، 3 ناقص 6 بصفر، و7 ناقص الأربعة بكام؟ ب3، فأصبحت 301، أكبر من آخر رقم أنت عارفه صح؟ اضرب 3 في 7 ب21، واحد ومعاك 2، الأربعة في 7 ب28 و2 يبقوا 30، بس ما تكملش ده أهي، حط 7 هنا وحط هنا صديقي 301، تطرح تلاقي المسألة صفرت معاك، فيبقى كده يا صديقي اللي خلي الاسم هنا هو 217، والسؤال ده كده خالص. طب في السؤال رقم 8 هنا بيقول لك كام في كام؟ يلا بينا، ايه متكرر؟ 80 متكررة هنا مضروبة في 10 وكام ديت؟
10 في كام ده يا هندسة؟ 10 ورا 4 يبقى 14. 80 زائد إيه المتكرر هنا؟ التلاتة والتلاتة تبقى 3 في ال10 زائد ال4 بال14. إيه المتكرر هنا؟ ال14. 3 زائد 80 ب83. تحط هنا كده 14 في 83. وخلي بالك دي أسهل طريقة. نقولها لك تاني، تعال نقولها لك تاني عشان خاطر في ناس اتلخبطت. واحدة واحدة. أنا دلوقتي هناخد الاتنين دهم مع بعض والاتنين دهم مع بعض، مفيش مشكلة لحد دلوقتي. هنا كده يا صديقي إيه المتكرر هنا؟ لقيت 80 و80 نزلها واجمع الرقمين التانيين اللي هو 4 أو عفوا 10 و4 اللي هو 14 جوه قوس لوحدهم كده زائد هنا إيه المتكرر هنا؟ 3 و3 يبقى تقول لي 3 مضروب في اجمع الرقمين التانيين 4 و10 بال14. جميل جدا. أنا دلوقتي شغال إيه المتكرر بقى يا صديقي؟ برافو عليك 14 و14 ينزل زي ما هو وتجمع الرقمين التانيين اللي هو هنا عبارة عن كام؟ 3 و80. فيبقى هنا هندسة مضروب فيه 83. تنحط هنا دي 83 ودي ال 14 والصديقة خلاص. السؤال رقم 9 بيقول لك تقدير خارج القسم دهوت مستخدما أعداد لها قيمة عددية مميزة. التلاتة قدامها واحد، الواحد بيروح للصفر ما بيديش فتبقى هنا 3 يبقى الباقي كله ينزل صفار على الستة على الاتنين ما بتديش برضه 2 فتبقى 6 والباقي كله صفر. صفر مع الصفر فتبقى لك هنا 300 على 6. نزل الصفرين. هل 3 على 6 ينفع؟ لا نمسح صفر. 30 على 6 فيها الخمسة فيكتب هنا كام؟ 50 أهو. طب هنا بص ركز بقى معايا. هنا يا صديقي بص 503 مضروبة في 89. هو ضرب هنا في 500. حلو 500 و500 3 و3. حلو ركز بقى معايا. 9 و9 80 و80. برافو عليك انت كده مركز كده. طب دي المقسوم عليه هنا اللي هو كام؟ 43. مستر ده اسمه ايه؟ اسمه المكسوب، ده اسمه خيارية القسمة. احفظه. في نموذج المساحة المستطيل التالي عاوز عدد الناقص اللي هو هنا. هو دي ضرب ولا طرح ولا جسم ولا عامل ايه؟ بص اللي هو 4 أو جت من 2 في 2 يبقى دي ضرب. تضرب اللي فوق في اللي في الشمال اللي هو عبارة عن 3 من 10 مضروب في 8 من 10. 3 في 8 ب 24. هنا رقم هنا رقم يبقى بعد رقمين 1 2 تحط لي على 20 وأصبحت 24 جزءا من 100. طب هنا 3 في 7 ب 21 يبقى هندسة 3 في 7 3 من 10 مضروب في 7 من 10. نزل رقم زي ما هو اللي هو 21. هنا رقم وهنا رقم يبقى بعد رقمين 1 2 أهو. فأصبحت 21 جزءا من 100 والسعودية خلاص. طب السؤال رقم 14 بيقول لك عند ضرب جزء من 10 ثواني كده هندسة. عند ضرب جزء من 10 أهو في جزء من 10 في جزء من 10 يكون الناتج 1 في 1 بواحد وهنا رقم وهنا رقم يبقى بعد رقمين 1 2 تحط له صفر. فتكتب هنا 1 جزء من 10 لا تكتب بالعربي زي ما هو كاتب لك جزء من 100. عند ضرب أي عدد عشري في الرقم ده أهو اللي هو 1 جزء من 10 تتحرك العلامة ناحية إيه أو ناحية كام رقم يعني في الهندسي؟ ناحية اليسار تحرك رقمين يبقى يكتب هنا اهوت رقمين أو تكتب هنا خانتين. السؤال رقم 16 بيقول لك هنا 4818 على 12 بتساوي 404. عايز الباقي. تروح تقسم المقسوم عليه في الخارج القسمة وبعد كده تروح تطرح من الرقم المقسوم عشان خاطر تجيب ده واحدة واحدة. فروح نضرب هنا هندسة 401 مضروبة في ال 12. 1 في 2 ب2 الاتنين في صفر بصفر والاتنين في 4 ب8. نحفظ أول حاجة بصفر 1 في 1 بواحد 1 في صفر بصفر الواحد في الأربعة بأربعة. اجمع كده دي 2 1 8 4. الرقم دوت نروح نطرحه من الرقم ده اللي هو عبارة عن 4800 وكام و18 ناقص 4812. 8 ناقص 2 ب6 1 ناقص 1 بصفر و8 ناقص 8 بصفر و4 ناقص 4 بصفر. نروح نمسح أي حاجة على الشمال فأصبح 6 يبقى نكتب هنا الباقي 6. الباقي في عملية القسم. يلا بينا هندسة يلا بينا. التسعة هندسة ديت أنا آخر حاجة عارفها يا مستر هي عبارة عن التسعة في 10 ب90. ف90 زائد 90 زائد 90 كده هندسة 270. لو خدنا كام واحدة 90 يبقى 360. فدي كام 270 زائد كام عشان تساوي 318 تعرف نطرح. فنقول هنا 318 نطرحها من 270. 8 ناقص صفر ب8 1 ناقص 7 مش هينفع نروح نستلم. فدي أصبحت 2 أصبحت كام 11.
11 ناقص 7 بتساوي الأربعة، تبقى دي أصبحت 48. هل في رقم ينضرب في 9 بيساوي 48؟ لأ، خليه رقم قريب منه. تعالى واحدة واحدة. ممكن يا مستر نخليه كام مثلا 36 صح؟ ولا ينزل تحت كمان شوية 36 بعدها كام هندسة؟ يعني رقم مثلا يكون قريب منه شوية. اللهم صل على محمد. 63 دي 7 في 9 مش هينفع. ال54 لأ. طب شوفي هندسة 9 في الأربعة بخمسة وأربعين يبقى دي 45 في 9 في 5 زائد كام؟ التلاتة على التسعة على التسعة. صفر ينزل فيها ال30 دي فيها ال5 والباقي هنا هو 3. يبقى نروح نكتب هنا هندسة إن خارج القسم هنا هو 30 والباقي 5 بس هو عايز الباقي بس يبقى نكتب كام؟ 3. طب السؤال بعد كده بيقول لك هنا مسألة الضرب التي تؤكد حل المسألة التالية اللي هو نضرب دي في دي اللي هو 50 مضروبة في 70 تطلع معاك 3500. إذا ضربنا العدد دهوت في 10 فإن قيمة الرقم 2 تتغير إلى كام؟ لما ينضرب في 10 هنحط له صفر فأصبحت هنا هندسة دي كده 7 5 2 فأصبحت هنا من 2 اللي هي في خانة المئات تبقى 200 لتصبح كام؟ لتصبح 2000 أهو. طب اللي بعد كده ثالثا على إيه؟ على المسائل المتكلم إيه؟ مستخدم خاصية التوزيع عاوز ناتج ضرب. الاتنين في خانة المئات تبقى عبارة عن ال200 والخمسة في خانة العشرات تبقى 50 والواحد في خانة الآحاد تبقى كام؟ بواحد كده مضروبة فيه. الأربعة موجودة في خانة العشرات تبقى ال40 والتلاتة موجودة في خانة الآحاد تبقى 3 زي ما هي. ال200 تروح لل40 وتروح للتلاتة يلا بينا تبقى 200 مضروبة في ال40 زائد ال200 مضروبة في 3. ال50 تروح كذلك تبقى 50 مضروبة في ال40 زائد ال50 مضروبة في 3 والواحد في أي حاجة بتنزل يعني واحد في 40 ب40 وواحد في 3 بكام؟ 3. ركز معايا 3 وصفر أو احنا نروح نضرب الأول تمام. هنا هندسة صفر 3 أصفار ينزلوا و2 في 4 ب8 زائد هنا في صفرين بينزلوا والاتنين في 3 بكام؟ 6. هنا في صفرين بينزلوا والأربعة في 5 ب20 والصفر ينزل والتلاتة في 5 ب15 وهنا هندسة 40 وزائد 3 يبقوا 43. يلا بينا صفر وصفر 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 وتلاتة 3 4 و5 9 9 وصفر 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 يبقوا 9 1 وصفر 1 1 و6 7 7 وصفر 7. في أرقام تانية 2 و8 10 فأصبحت هنا هندسة 10793 بس كده. السؤال رقم 2 بيقول لك لدى رشا 16 قلما و32 كراسة ويريد توزيعهم على صديقاتها بالتساوي يعني اللي ياخد أقلام ياخد نفس عدد الكراريس وبيقول لك أكبر عدد من الأصدقاء يمكن توزيعهم عليهم. هتحتاج إيه؟ مش الاتنين لازم مش أو اللي هياخد ده هندسة مش اللي هياخد ياخد كراسة وقلم مع بعض بتستخدم عين ميم ألف. طب لو هاخد أي حاجة يبقى هندسة تروح تديله أي حاجة عادي خلاص يعني فتستخدم ساعتها ميم ميم ألف. فراح نقول له هنا يا مستر أول حاجة ركز بقى معايا هنا هندسة عايزين عين ميم ألف يبقى نروح نحلل أدي ال 32 وأدي ال 16. ال 32 عبارة عن الاتنين مضروب فيه 16 دي أولي ده أولي لأ ال16 عبارة عن الأربعة في الأربعة متعدد متعدد. الأربعة عبارة عن 16 16 ازاي؟ الأربعة عبارة عن الاتنين في اتنين أهو وده يا مستر عبارة عن الاتنين في اتنين أولي بأول. حلو تعالى نكتب بقى كده هندسة ادي ال 32 عشان خاطر بس ما ننساش أي حاجة جوه دايرة بس. اتنين في 4 اتنينات يبقى دي اتنين دي كده 3 4 5 دول كده 5 ودول كده 5. خش على 16 ممكن مثلا نستخدم حاجة تانية غير الأربعة في أربعة الاتنين في 8 ده كده برافو عليك أولي وده كده متعدد. ال8 عبارة عن الاتنين في الأربعة ده كده أولي وده كده متعدد. الأربعة عبارة عن الاتنين في اتنين ده أولي وده أولي. كام اتنين دولت؟ عبارة عن 4 اتنينات يبقى ده 16 مضروب فيه 4 اتنينات عفوا بتساوي ال4 اتنينات 1 2 3 4. أنا عاوز المشترك بس 2 و2 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 4 اتنينات اللي هما كام؟ 16 فيكون العين م ألف بيساوي 2 مضروب في نفسها 4 مرات اللي هي تطلع معاك بكام في الآخر؟ 16. يبقى كده هندسة كل صديقة من صديقاتها وعدد الأصدقاء بتاعتهم هو 16 صديق. ده رقم 3 باستخدام نموذج مساحة المستطيل عايز ناتج. يبقى ده مستر ضرب تروح تعمل لي المستطيل بتاعك كده
ال17 عبارة عن 10 و7، جميل جدًا، ودي 336، ال3 قدامها رقمين يبقى ينزل صفرين، أو ال3 قدامها في خانة المئات فتنزل 300، ال3 في خانة العشرات تبقى 30، وال6 في خانة الآحاد تبقى كام؟ 6. نروح نضرب يلا، هنا صفر ينزل والواحد في 3 عفوًا وفي صفر كمان يبقى 3 أصفار ينزل والواحد 3 صفرين ينزلوا 3 في 7 21. هنا هندسة ال10 في 30 ب300، وده الصفر ينزل و2 في 7 ب21، وال6 في 7 ب42، وال10 في 6 بكام؟ ب60. فنروح نجمع كل دول أهوّة 3000 وكام ديّة 2100، ودي عبارة عن 300، ودي عبارة عن 210، ودي عبارة عن 60، ودي عبارة عن 240. يلا بينا واحدة واحدة. صفر وصفر وصفر و2 2، صفر وصفر وواحد وستة وديّة تبقى كده 10، 10 و4 يبقوا عفوا 10 و1 11، واحد ومعايا واحد، واحد وواحد 2، 2 و5 7، 2 و3 5، فأصبحت 5712، والسؤال كده خلص. السؤال رقم كام؟ 4. مدرسة بها 875 تلميذ موزعين على 25 فصل. كلمة موزعين دي يبقى إيه؟ جسم، يبقى نروح نقسم هندسة بالشكل ده. عايز تكتب مسألة 875 على ال25، نكتب هنا 875 وده اسمه مقسوم، ده اسمه مقسوم عليه بنحط هنا حرف جدول الضرب. يلا بينا 1 2 3 4، كل مرة تزود لي 25، بعدها 50 75 100، ياما كده. دول رقمين تروح تاخد رقمين، هي ال87 أقرب للكام؟ لل75، تحط لي هنا 75 وده كام؟ 3 تحطها فوق، قبل أي حاجة الرقم ده بينزل، اطرح يلا. 7 هنشيل منهم ال5 يبقى كام هندسة؟ 2، و8 هنشيل منهم ال7 1، بعيدة صح؟ اضرب في 5 زود 25 أصبحت 125، هي ده يا مستر. تحط هنا 125 وهنا كام؟ ال5، تطرح تلاقيها صفرت، يبقى تحط لي هنا 5، يبقى كده عفوا 35، يبقى كده هندسة 35 تلميذ في الفصل، بس كده. أو تكتب كل فصل بيه 35 تلميذ. عفوا السؤال رقم 5 لسه بيقول لك اشترط بسمة 4 صحيح و8 متر من القماش، فإذا كان ثمن المتر الواحد من القماش هو 15 جنيه، احسب المبلغ الذي تدفعه. تروح تضرب في بعض، فاضرب هنا ال4 و8 مضروب في 15، 5 في 8 ب40، صفر ومعايا ال4، وال4 في 5 ب20 و4 يبقوا ال24. نحفظ أول خانة صفر، 1 في 8 ب8، والواحد في 1 عفوا 1 في ال4 بكام؟ بال4. نجمع دي صفر 12، 2 معاك 1، دي 3 و4 كام؟ 7، ولما أشيل بعد رقم أهو، فيبقى كده هندسة 72 صحيح، يبقى هي دفعت كده 72 جنيه، والسؤال ده كده خالص. طب السؤال رقم 6، تبلغ كتلة صندوق المانجو 9 كيلو جرام، عايز كتلة 100 صندوق تروح تضربهم في بعض، تضرب ال100 مضروبة في 9 اللي هي بتساوي 900 كيلو جرام، وخلي بالك من الوحدة لازم تكتبها. طب رقم 7 بيقول لك هنا صديقي يتدرب خالد من أجل سباق جري، وكان يركض مسافة ده صحيح و5 كيلو متر يوميا، فإذا ركض 14 يوم فإن إجمالي المسافة. فعشان ما نروحش نجمع 3 صحيح و5 14 مرة هنروح نضرب نسي 3 صحيح و15 مضروب في ال14، 4 في 5 ب20، صفر معاك الاتنين، 3 في 4 ب12 واتنين يبقوا كام؟ ال14. نحفظ أول خانة بصفر، الواحد في 5 ب5، والواحد في 3 بكام؟ 3. اجمع دي بقت صفر، 9 دي بقت كام؟ ال4، فأصبحت 490 هندسة. هنا بقى هندسة بيقول لك عايز إجمالي المسافة، في العلامة العشرية بعد رقم هنحط هنا رقمين، فيبقى كده إجمالي المسافة كام؟ 49، برافو عليك، كيلو متر. اللي بعد كده رقم كام ديت؟ رقم 8. العدد الذي إذا ضرب ب29 كان الناتج هيساوي 29، كان الناتج يساوي 4002. يبقى يا مستر ممكن نروح نقسم ال4002 على كام؟ على 29. يلا بينا نروح نقسمها. نعمل حرف الكاف ونكتب هنا 4002 ونكتب هنا هندسة 29، 1 2 3 4 يلا كده. الواحد ب9 ب9، والواحد في 2 ب2، 2 في 9 ب18، 8 معاك 1، و2 في 3 ب6، 1 يبقوا 7، و3 في 7 ب21،
التلاتة في 9 بكام عفوا؟ التلاتة في 9 ب27، 7 ومعاك الاتنين، واتنين في 3 ب6 ومعاك اتنين يبقوا كام؟ 6 واتنين يبقوا 8. الأربعة في 9 بكام هندسة؟ اللهم صل على محمد، 36، 6 ومعاك 3، والاتنين في 4 8 و3 يبقوا 11. يبقى كده ال29 رقمين، فتروح تاخد رقمين. ال40 أقرب للكام؟ لل29. تحط لي دي واحد وجاب لي أي حاجة، الصفر ينزل والاتنين تنزل أهوت. 29 نشيل منهم عفوا ال40 نشيل منهم 29، متبقي معاك 21. لما تيجي تاخد رقمين مش هينفع، فخد 3 أرقام اللي هو 210. لسه بعيدة، كمل يا هندسة. اضرب في الأربعة كام يلا؟ الأربعة في 9 بكام؟ دي هندسة تبقى 41 كده، المفروض تبقى ديت 11 صح كده؟ 11 صح، ماشي. هنا هندسة بقى ال110 أقرب للكام هنا؟ أقرب للتسعة ل87، فدي مضروبة في 3 اهيت. روح يا هندسة اطرح يلا، بس جاب لي حرف 2 تنزل. صفر ناقص 8، صفر ناقص 7 مش هينفع، نروح نستلف، فدي أصبحت صفر، أصبحت 10. 10 ناقص 7 بتساوي كام؟ التلاتة، ودي مش هينفع نروح نستلف، دي بقت 10 ناقص 2 ناقص 8 بكام؟ ب2، 232. 200 نضرب يا مستر لحد ما نوصل للتمانية. هي التسعة في 8 ب72، 2 ومعايا السبعة، والاتنين في 8 ب16، 16 واتنين يبقوا كام هندسة؟ 16، اللهم صل على محمد، 16 واتنين يبقوا 18. 18 يا مستر 182، بعيدة برضك. دي ازاي هندسة تبقى قريبة منها؟ مش هينفع صح، بنعملها حاجة غلط. واحدة تانية، التمانية بتسعة ب72 7، 2 في 6، 2 في 8 ب16، مجموعهم بكام يا مستر؟ ب23. هنحط دي 23 كده، يبقى هي دي اللي أقرب ليه، يبقى 232، ونحط هنا التمانية. تاجي المسألة صفايف، يبقى السؤال ده خلاص، يبقى نحط هنا يا مستر كده 138، أو نقول العدد اللي هو 138. طب السؤال ده يا مستر بيقول لك هنا خصمت، أو هنا خلينا نغير اللون أهو، خصصت إحدى الجمعيات الخيرية مبلغا قدره 3648 جنيه لتوزيعهم بالتساوي على 24 أسرة. عايز المبلغ اللي تحصل عليه. تعال نجيبه صفحة تانية. فاحنا هنعمل ايه هنا هندسة؟ هنروح نقسم اللي هو مبلغ كله اللي هو 3648 على كام أسرة؟ 24 أسرة. يلا بينا. تعالى يا مستر نروح نقسم بالشكل ده. دي كام مقسوم؟ نحط هنا 3648، وده كده ال 24. كده الضرب بتاعك وتعالى ورايا. 1 2 3 4 5، الواحد في 24 ب 24، 2 في 4 ب8، والواحد في 2 أو 2 في 2 بكام؟ بال4. 3 في 4 ب12، 2 معاك 1، 2 في 3 ب6، 1 يبقوا 7. 4 في 4 ب16، 6 ومعاك 1، 2 في 4 ب8، 1 يبقوا 9. 4 في 5 ب20، 0 ومعاك 2، 2 في 5 ب10، 10 و2 يبقوا 12. لو احتاجنا هنزود دول رقمين، تروح تاخد رقمين. ال 36 قريبة للكام؟ ال 36 قريبة لل 24. تحط هنا 24، تحط هنا 1، جاب لي أي حاجة بينزل بينزل. 8 4، 6 ناقص ال4 بتدي ال2، و3 ناقص ال2 بكام؟ ب1. لما تيجي تاخد رقمين مش هينفع، خد 3 أرقام. ال 124 أقرب حالة هي 120، تحط هنا 120 وتحط هنا كام؟ 5. لما تيجي تطرح في هنا التمانية تنزل، و4 ناقص 0 بالأربعة، و2 ناقص 2 بصفر، و1 ناقص 1 بصفر، فدي أصبحت 48 أهو. نضرب في 2 وتحط هنا 48، تلاقي المسألة صفرت معاك. يبقى كده هندسة كل أسرة هتاخد 152 جنيه أهوت. كل أسرة تحصل على 152 جنيها، والسؤال ده كده خلاص. في السؤال بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة. العدد الذي يوميع عوامله. لما يديك العوامل يا باشمهندس الأولية للعدد اضربهم في بعض. 2 في 5 ب10، وال10 كده ب30، فتبقى دي كام؟ 36. ال23 في 15، ادي ال23 وادي ال15. ال3 في 5 ب15، 5 ومعايا 1. ال2 في 5 ب10، و1 يبقوا 11. نحفظ أول خانة بصفر. الواحد في أي حاجة بتنزل زي ما هي، الواحد في 3 ب3، والواحد في 2 ب2، فأصبحت كلها صديقي 5، ودي كده 4، ودي كده هندسة 3. 345 دورت عليها لقيتها الأخير المقسوم عليه في السؤال. تعال هندسة نعرفهم لك كلهم. ده كده اسمه ايه؟ برافو عليك، ده اسمه المقسوم. وده اسمه ايه؟ المقسوم عليه.
وده يا صديقي اسمه خارج أهوت القسمة. فنكتب هنا مقسوم عليه، كلمة عليه اهيت يبقى في 51 اللي ده الاختيار اللي جاي الأخير. بيقول لك يركض أحمد هنا هندسة 325 صحيح و8 يوميا يا باشمهندسي. ويقول لك هنا هندسي فما عدد الأمتار التي يركضها في 100 يوم؟ يبقى ضرب الأيام نضرب. أدي 325 و5 مضروبة في المية. لما نيجي نضرب في المية يا مستر فالعلامة على الشاشة تتحرك ناحية اليمين، الرقم ده زي ما هو 3 2 5 8. العلامة هنا تتحرك ناحية اليمين رقمين عشان خاطر هنا في صفرين، 1 2. فأصبحت كام؟ أصبحت 32580. طب السؤال رقم 2 بيقول لك هنا وزع أمير 3210 جنيه على 5 من أبنائه بالتساوي، عايز نصيب كل إم مستخدما نموذج مساحة المستطيل. وهنعمل إيه؟ الجسم، يلا بينا. دي كده هندسة تعمل لي مستطيل بالشكل ده. ده المقسوم بينحط فوق على الشمال هنا كده اللي هو 3210، وده كده 5 أهو. هندسة ده رقم واحد، فين الرقم واحد هنا أهو. التلاتة دي صغيرة ونزع عن نفسه، خد رقمين. دي ضرب الخمسة، يلا. هل في رقم ينضرب في 5 بيساوي 32؟ لأ. في رقم ينضرب في 5 بيساوي 31؟ لأ. احنا بننزل يا مستر وبنطلع؟ بننزل. مستر هنتلخبط، تعالى كده. الواحد في 5 تسمى جدول الضرب بتاع 5 ب5. 2 مضروبة في 5 ب10. التلاتة في 5 ب15 أهو. الأربعة في 5 ب20. وفرحها كده الخمسة مضروبة في 5 ب25. 5 في 6 ب30. 5 في 7 ب35. والخمسة في 8 بكام هندسة؟ ب40. والخمسة في 9 اللي هي بتساوي كام؟ 45. فال32 يا مستر لما جيت دورت في هنا كده لقيتها أقرب لل30، يبقى تحط لي هنا 30 وتحط لي هنا كام؟ الست. في رقمين ينزل صفرين فوق وصفرين تحت، نطرح يلا. والله هندسة صفر ناقص صفر بصفر، واحد ناقص صفر بواحد، اتنين نشيل منهم صفر اتنين، وتلاتة ناقص تلاتة بصفر. دي كده تاخدها تطلعها لي فوق ادي 210. يلا بينا. هندسة ركز معايا ركز يا عمر. هنا هندسة ال210 ديت شغالين مع كام رقم؟ رقمين. هي ال21 أقرب للكام؟ لقيتها أقرب ل20. تحط لي هنا 20. إيه اللي مضروب في 5 ديت؟ الأربعة. تحط لي 4 فوق، باقي صفر نزله فوق نزله تحت. يا مستر ده صفر يعني مش مشكلة، لا لا ننزله برضه. صفر ناقص صفر بصفر، واحد ناقص صفر بواحد، واحد ناقص اتنين ناقص اتنين بصفر. طلعها فوق حط 10. ال10 فين؟ أهي هي بعين. فنحط هنا الاتنين في أرقام؟ لا. ما خدت الرقمين كله فتحط هنا 10 وتمانية تروح تلاقي مسافة صفر. أنت عارف خلي القسمة فين؟ برافو عليك اللي فوق ده. اجمعوا يلا. يبقى 642. ده كده هندسة نصيب كل ابن. بس كده. طب السؤال رقم 3 بيقول لك يقود أحمد سيارته لمسافة 70 كيلومتر في اليوم. كم كيلومتر سيقود أحمد سيارته خلال 165 يوم؟ يبقى يروح يعمل إيه؟ يضرب 165 مضروبة في 70. الصفر هينزل، والخمسة في 7 ب35، 5 ومع التلاتة. الستة في 7 ب42، 42 وتلاتة يبقوا 45، 5 ومع الأربعة. 1 في 7 ب7 و4 يبقوا 11. فأصبحت 11550 كيلو متر. اكتب نقط كده 11550 كيلو متر هندسة. والسؤال كده خلص. السؤال رقم 4 بيقول لك هنا يتدرب عمر كل 12 يوم بينما يتدرب رشا كل 6 أيام. بيقول لك هنا هندسة كده الصديقين يتدربان معا يا مهندسي يوميا في يوم يعني. كم يوم سيمضي حتى يتدربان معا يا مهندسي للمرة الثانية؟ يعني بمعنى أصح كده هو عاوز الميم ميم ألف اللي هو بعد قد إيه. فدي 6 هندسة. الستة ده يا مستر عبارة عن الاتنين في 3، وال12 يا مستر عبارة عن الاتنين في كام؟ الستة. والستة عبارة عن الاتنين مضروبة في 3. هندسة إيه المشترك هنا؟ ده الاتنين والتلاتة، ده بينزل مرة واحدة يبقى دي 2 في 3. البقايا 2 تنزل أهي. 2 في 3 6، والستة في 2 ب12. وأنا استخدمت إيه؟ الميم ميم ألف. طب شوف السؤال رقم 5. ما العدد الذي إذا قسم على 32 عدد لو قسمته على 32 كان خارج القسمة 125 وما بين قوسين كده الباقي بتاعك 13 ثواني. في كلمة باقي دي زائد كام ديت 13، اكتب 13.
هنا هندسة نضرب ال32 مضروبة في ال25، ادي 32 مضروبة في ال25، عفوا اسمها 125، ونجمع عليها في الآخر كام يا صديقي؟ نجمع عليها ال13 دي أهو، نحطهم كلهم في بعض وهاتهم هنا كده. تعالى بقى على جنب هنا نضرب ال125 مضروبة في ال32، 2 في 5 ب10، صفر معاك 1، 2 في 2 ب4، 1 يبقوا 5، 1 في 2 ب2، نحفظ أي خانة أول خانة بصفر، 3 في 5 ب15، 5 معاك 1، و2 في 3 ب6، والواحد في 3 بكام؟ 3، اجمع دي كده صفر، 10، صفر ومعاك 1، 1 و2 3، 3 و6 كام؟ 9، والتلاتة تنزل، فأصبحت يا صديقي دي كانت تنكتب تحتيها 3900، نجمع عليها في الآخر 13، 3 وصفر 3، 1 وصفر تبقى 1، والتسعة والتلاتة تنزل، فأصبحت 3913، والسؤال ده كده خلاص. السؤال رقم 6 بيقول لك اكتب العوامل الأولية للعددين 8 و20 ثم استنتج العامل المشترك الآخر. أدي التمانية هي يا صديقي عبارة عن الاتنين في الأربعة، والأربعة اتنين في اتنين، وأدي العشرين اهيت، والعشرين ده هندسة عبارة عن الخمسة في الأربعة، والأربعة برضه كمستر عبارة عن اتنين في اتنين. وأقول لك أنا عاوز إيه؟ العامل اللي هو اسمه عين ميم ألف، هو إيه المشترك؟ اتنين واتنين، نزلهم أهو، اتبقى فوق الاتنين واتبقى تحت خمسة، اتنين في اتنين بالأربعة، واتنين في خمسة بعشرة، والعشرة في خمسة بالأربعين، يبقى كده العامل المشترك هو كام؟ الأربعين. طب شوف السؤال رقم 7، قطعة أرض مستطيلية الشكل طولها ب8 من 10 كيلو متر، وعرضها ب4 من 10 كيلو متر، هي المساحة هندسة بتساوي إيه؟ بتساوي ال بدبليو، ال عندك ب8 من 10، والدبليو عندك بال4 من 10، 4 في 8 ب32، وهنا العلامة العشرية بعد رقم، وهنا كمان رقم، تبقى العلامة العشرية بعد رقم إيه؟ 1 2 تحط العلامة العشرية، دي كيلو متر تحط لي كيلو متر، لو سكت كده غلط. طب ليه؟ هو عايز مساحة، وحدة قياس المساحة اللي احنا كنا واخدينها في سنة رابعة، ها برافو عليك يا هندسة، كيلومتر تربيع أس 2. الاختبار رقم 2 يا صديقي، بيقول لك هنا ناتج تقدير القسم ده، الواحد قدامه 5 بتزود نعم، فبالتالي الواحد ده يبقى 2، قدامها يا مستر 3 أرقام، ينزل قدامها هنا 3 أصفار، على الواحد ده يا صديقي قدامه 6، والستة دي بتزود نعم، فبالتالي الواحد ده هندسة يزيد واحد بقى 2، قدامها رقم تنزل صفر، صفر مع صفر في صفرين أهمت، واتنين على اتنين فالواحد، فأصبحت 100. قيمة ال A في المعادلة هنا هندسة إيه؟ ناقص، لو نفكرك بالنماذج الشريطية بس كده عشان خاطر لو في حد ناسي، دي كده هندسة شكل النموذج الشريطي، ده ناقص يبقى الكل جاب الناقص اللي هو اسمه إيه، والباقي كله عبارة عن أجزاء، الجزء الأول اسمه 3.2، والجزء التاني 4.5، فأنا لو عاوز إيه هنروح نجمع، برافو عليك، 3 وال2 زائد ال4.5، قبل ما نروح نجمع نروح نتأكد من العلامات العشرية إنها مظبوطة، هنا رقم بعد العلامة العشرية، وهنا رقم، تمام، يبقى كده ال A بتساوي ال5 و2 7، قابلتني العلامة العشرية بتنزل، و4 و3 7، فأصبحت 7 و7. طب ديت هندسة لما يجي يضرب في 10، فالعلامة العشرية بتروح ناحية اليمين كام رقم؟ رقم 1، طب ليه رقم 1؟ عشان خاطر هو 0 1، فتبقى هنا هندسة عبارة عن 5 3 6، تبقى رقم صحيح. هنا العلامة العشرية تروح ناحية اليمين، تروح من هنا ما بين التلاتة وما بين الخمسة، 5 علامة عشرية 3 6، دي 63 صحيح و5 من 10، لكن ديت 635، أنهي الكبيرة يا صديقي؟ هي كام؟ ال635 العلامة كده، فتروح تختارها الاختيار التاني. طب هنا بيقول لك حلل العدد دهوت إلى عوامله الأولية، هي ال24 دي كام في كام يا صديقي بس كده؟ والله يا مستر ال24 عبارة عن الأربعة في 6، ده متعدد وده كمان متعدد، الأربعة عبارة عن الاتنين في اتنين أولي وأولي، والستة دي عبارة عن الاتنين في تلاتة، ده أولي وده أولي، فتقول لك ده إن ال24 عبارة عن اتنين في الاتنين في تلاتة، بس كده. طب السؤال رقم 2 بيقول لك هنا استخدم شريط العوامل المقابلة لإيجاد العين ميم ألف والميم ميم ألف للعددين اللي هما الستة والتسعة، أدي 6 وأدي 9، الستة عبارة عن الاتنين في التلاتة والاتنين أوليين، والتسعة عبارة عن التلاتة في تلاتة والاتنين أوليين. هنا هندسة قول لي كده التسعة 3 في 3، والستة عبارة عن 3 في الاتنين، إيه المشترك؟ التلاتة، دي اسمها العين ميم ألف، نكتب على طول، والميم ميم ألف ننزل العامل المشترك اللي هو كام؟ التلاتة.
اتبقى لك فوق 3 اتبقى لك تحت 2. 3 9 والتسعة في الاتنين بتساوي كام؟ 18. يبقى الميم ميم ألف هنا بتساوي 18 والسؤال دي كده خلاص. السؤال رقم 3 بيقول لك اوجد حاصل ضرب باستخدام خاصية التوزيع. يبقى لازم تستخدم خاصية التوزيع. يا مستر أنا شاطر في أي خاصية تانية وليكن الخوارزمية أو لو يكن مثلا نموذج مساحة المستطيل، لازم تستخدم الخاصية اللي هو قال لك عليها. قال لك هنا التوزيع يبقى لازم إجباري عليك تستخدم التوزيع. اللي ما يعرفهاش تعرفها له. دي 18 عبارة عن كام زائد كام؟ 10 زائد 8. دي كام؟ 12 يبقى مضروبة فيه ال 12 عبارة عن 10 زائد الاتنين. فنروح هنا يا صديقي ال10 دي تنضرب في ال10 مرة وفي الكام ديت في الاتنين مرة، فتبقى ده 10 مضروبة في 10 زائد ال10 مضروبة في الاتنين زائد ال8 تنضرب هنا في ال10 مرة وال8 تنضرب في الاتنين مرة، فتبقى ال8 مضروبة في 10 زائد ال8 مضروبة في الاتنين. وهنا يا هندسة ممكن تحط لي أقواس ما بين كل علامة زائد والتانية بالشكل ده. ال10 في 10 بكام يا مستر؟ ب100. اكتب 100. 2 في 10 ب20 والتمانية في 10 ب80 والاتنين في 8 ب16. نجمع يلا واحدة واحدة. 8 زائد صفر زائد صفر زائد صفر عفوا 6 زائد صفر زائد صفر ب6. 1 و8 9. 9 و2 11 وصفر يبقى 9. عفوا احنا قلنا 11 أصلا. ماشي 11 واحد ومعايا واحد. واحد وواحد 2 فتبقى عبارة عن 216 والسؤال ده كده خلاص. رقم 4 بيقول لك اشترى محمود 24 علبة ألوان، فإذا كان ثمن العلبة الواحدة هو كام؟ 75 جنيه. المبلغ الكلي يبقى هو هيروح يضرب ال24 مضروبة في ال75. مستر نضرب باستخدام طريقة ايه؟ الطريقة اللي انت عايزها. الخوارزمية يلا بينا. ادي 75 مضروبة في ال24. 4 في 5 ب20 صفر ومعاك الاتنين. الأربعة في 8 الأربعة في 7 بكام؟ 28 واتنين يبقوا 30. نحفظ أول خانة بصفر. 2 في 5 ب10 صفر ومعايا واحد. واتنين في 7 ب14 14 واحد يبقوا كام؟ 15. يلا نجمع دي كده صفر دي كده صفر ودي كده 8 ودي كده واحد، فأصبحت كام؟ 1800. نكتب كده هندسة 1800. طب السؤال رقم 5 بيقول لك استلمت إدارة إحدى المكتبات هنا هندسة 2040 كتاب وترغب في توزيعهم بالتساوي على 17 رفا هندسي، فما عدا الكتب. طبعا احنا هنستخدم هندسة نظرية أو الجسم باستخدام الخوارزمية، فهنجيبها في صفحة لوحدها. يلا بينا. هو قال لك عايز يقسم معنا صح كده ال2040 كتاب على ال17 رف. نعمل ايه هندسة؟ برافو عليك. الجسم كده بالشكل ده. المقسوم اللي هو 2040 والمقسوم عليه اللي هو 17. يلا بينا نروح نعمل جدول الهندسة واحدة واحدة. الواحد في 17 ب17 الاتنين. 2 في 7 ب14 4 معاك واحد. الواحد في 2 ب2 واحد يبقوا الواحد في 2 ب2 واحد يبقوا كام؟ 3. اضرب في التلاتة. 3 في 7 ب21 واحد ومعاك 2. الواحد فيها 3 و2 يبقوا 5. اضرب في الأربعة. الأربعة في 7 ب28 8 ومعاك 2 والواحد في الأربعة ب4 و2 يبقوا 6. اضرب في 5. 5 في 7 ب35 5 ومعاك التلاتة. الواحد في 5 ب5 5 و3 يبقوا 8. نضرب في الستة. الخمسة أو الستة في 7 ب42 2 ومعاك الأربعة والواحد في 6 ب6 ومعاك 4 يبقوا 10. يبقى كده دول يا هندسة رقمين، فتروح تاخد على طول رقمين. ال20 أقرب للكام؟ لقينا 17. تحط لي هنا واحد وتحط لي هنا 17 وقبل أي حاجة الرقم ده بينزل اللي هو صفر ل4. 20 ناقص 17 ب3 واحنا شغالين مع كام رقم يا صديقي؟ 4. فنروح على طول يا مستر عفوا شغالين مع رقمين. ال34 دي مضروبة في الاتنين تحط لي هنا 2 والاتنين في 17 بال34 واحنا بننزل صفر هنا ولقيت هنا اصفار ورحت للرقم اللي بعده فتحط لي صفر. خلاص يا باشمهندس كده هنكتب هنا يا مستر 120 والسؤال ده كده خلاص. طب السؤال رقم 6 بيقول لك إذا كان ثمن المترو الواحد من القماش أو ثمن المتر الواحد من القماش 100 جنيه فما سعر 36 متر. يبقى نضرب 36 متر في تمن المتر الواحد اللي هو 100. في صفرين ينزلوا والواحد 6 ب6 والواحد في 3 فأصبحت 3600 متر هندسة. طب السؤال رقم 7 بيقول لك اشترى أحمد هنا 12 زجاجة من العصير، سعة كل زجاجة 3 صحيح و5 لتر، فما العدد الكلي؟ هنا هندسة اشترى أحمد كام زجاجة؟ 12. فاحنا هنا نروح نضرب على طول ال 12 مضروب في 3 و5. خلي بالك حطيت 3 و5 فوق حطيت تحت مش تفرق. هنا هندسة الخمسة في 2 ب10 صفر معاك واحد. الواحد في 5 ب5 وواحد يبقوا 6. نحفظ أول خانة بصفر. 2 في 3 ب6 والواحد في 3 ب3.
اجمع دي كصفر، 6 6 12، 2 ومعاك 1، 1 و3 يبقوا ال4، فأصبحت كام؟ 420. دي كده هندسة هو عدد اللترات اللي أحمد اشتراها، بس كده. في احنا مش هننسى علامة عشرية من هنا فهنحطه هنا، فيبقى أحمد اشترى 42 لتر. سوري. في السؤال أو الاختبار رقم 3 بيقول لك أولا اختر الإجابة الصحيحة. عند ضرب هندسة الرقم اللي هو 45% في الواحد من 10، تضرب 1/10، فالعلامة على الشاشة تروح ناحية الشمال. بص العلامة على الشاشة هنا تروح هنا، مفيش أرقام، حط صفر، فبقت 45 من 1000. فإن الرقم 4 تصبح كام؟ والله يا مستر أصبح 4 بخانة جزء من 100، فين ال4 جزء من 100 إلى آخره. خزان مياه سعته كام؟ 37 لتر، فتكون سعته بالملي لترات بتساوي كام؟ يبقى من اللتر لمليمتر بنضرب في الألف، بنضرب 37 مضروب في الألف. دي قدامها مستر 3 أصفار، 1 2 3، واحد في 7 ب7 والواحد في 3 3، فأصبحت 37,000 اللي هو الاختيار الأخير. طب هنا هندسة عشان خاطر نجيب المقسوم فبنضرب ديت في ديت ونجمع عليهم الاتنين في الآخر. الخمسة مضروبة في 5 زائد 2، 5 في 5 ب25، 25 زائد 2 اللي هي عبارة عن 27، الاختيار الأول. طب اللي بعديه اشترى حازم 10 كشاكيل من نفس النوع، فإذا كان سعر الكشكول الواحد هو عبارة عن 4 صحيح و8 من 10 جنيه، فما المبلغ الكلي الذي سيدفعه حازم؟ هو حازم اشترى كام كشكول؟ 10، والكشكول الواحد عامل كام؟ 4 و8 من 10. هنا هندسة ال4 و8 من 10 اهي، نعمل 10 هنا، فلما نضرب في 10 نعمل 10 تروح ناحية اليمين رقم واحد أهو، فأصبحت هنا، فأصبحت 48 صحيح. يبقى كده هندسة حازم هيدفع كام؟ 48 جنيها، والسؤال ده كده خلاص. السؤال رقم 2 بيقول لك صنع خباز 405 كعكة وقام بتوزيعهما على 45 كيسا بالتساوي. احسب عدد الكعكات، هو كان معاه كام؟ 405، عايز يوزعهم على كام؟ على 45. يلا بينا يا صديقي. لما يجي نقسم يا مستر هتلاقي ان الدنيا طولت معاك، لان الواحد في 45 ب45 بقيت خط رقم مش تنفع، فتروح تضرب على طول. لو ضربت في 10 تبقى 450، انزل تحت ال10 التسعة، 5 في 9 ب40 صفر، عفوا 45، 5 ومعاك الأربعة، والخمسة في الأربعة ب36 وأربعة يبقوا ال40، فتلاقيها يا مستر 9 على طول. فنقول له كده يا مستر عدد الكعكات بكل كيس هو 9 كعكات. كعكات. طب اللي بعديه بيقول لك حافلتان تسيران بالسرعة نفسها على الطريق نفسه، بحيث تتوقف الحافلة الأولى بعد 3 ساعات. هما الاتنين ماشيين، دي كده هندسة بتوقف بعد 3 ساعات، وتتوقف الحافلة التانية بعد 4 ساعات، تمشي توقف بعد 4 ساعات. فإذا تقابل عند النقطة، أو إذا تقابل عند نقطة الانطلاق هما من نفس الوقت ونفس المكان، فكم بعد أو كم كيلومتر هندسة عشان الاتنين يتقابلوا مع بعض؟ يبقى هو عاوز إيه؟ هو مستر عاوز الميم ميم ألف، بس هو بص قال لك 3 سطور هما، عشان يجي في الآخر يقول لك أنا عاوز الميم ميم ألف اللي بعدين 3 والأربعة. التلاتة دوت عدد أولي فبتساوي 3 في 1، والأربعة ده مستر عبارة عن 2 في 3. مستر مفيش حاجة مشتركة، هنروح نجيب الميم ميم ألف إزاي؟ راح أول حاجة يا صديقي نروح نشوف المشترك، ما لقيتش، عفوا 2 في 2 دي، فدي تنزل هي، ودي تنزل 2 ودي تنزل 2، 2 في 3 ب6، والستة في 2 بتساوي 12. يبقى هما الاتنين هيمشوا يمشوا يمشوا لحد ما يوصلوا للنقطة اللي هي 12 دهيت، يلتقوا عندها يا باشمهندسين هما الاتنين بالشكل ده. تمام كده؟ تمام. اللي بعد كده رقم 4 اوجد ناتج ضرب هندسة باستخدام نموذج مساحة المستطيل المقابل. تعالى هندسة كده نستخدم المستطيل المقابل، يلا بينا. ده كده كام؟ 16. ال16 عبارة عن 10 زائد 6، وال732 عبارة عن 700 زائد ال30 زائد ال2. طبعا احنا زهقانين منها من الفيديوهات اللي فاتت. بص يا صديقي أنا واقف هنا نضرب ديت في ده، 3 أصفار، 1 2 3، 1 في 7 ب7، هنا صفرين والواحد وستة في 7 ب42، هنا صفرين ينزلوا، الواحد في 6 ب3، والصفر ينزل، و3 في 6 ب18، 2 في 10 ب20، وال2 في 6 ب12. نروح نجمع كل الكلام ده. ادي اول حاجه 7000، بعديها 4200، بعديها 300، وبعديها 180، وبعديها يا صديقي 20، وبعديها ال12. فنروح يلا نجمع صفر وصفر 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 واتنين، 2، هنا صفر وصفر وتمانية، 8، 8 واتنين 10، وواحد 11، واحد ومعايا واحد، واحد واتنين 3،
3 و3 6، 6 و1 يبقوا 7، فدي 7، 7 و4 11، فأصبحت 11712. طب بيقول لك هنا فصل به 42 تلميذ بكل فصل 45 42 فصل، كل فصل فيه 45 تلميذ، عايز عدد الكل يبقى ضرب، برافو عليك. فروح نضرب هندسة ال 45 مضروبة في ال 42، 2 في 5 ب10، صفر ومعاك الواحد، 2 في 4 ب8، 8 و1 9، خلاص نحفظ أول خانة بصفر، الأربعة في 5 ب20، صفر ومعاك 2، الأربعة في 4 ب16، 16 و2 يبقوا 18. اجمع كده صديقي، دي كده صفر، 9 وال18 تنزل، فأصبحت 1890 تلميذ في المدرسة كلها. طيب اللي بعد كده رقم 6، اوجد خارج القسمة مستخدمي الخوارزمية، يبقى نروح هندسة نعمل حرف الكاف، ده 4485 وده كده صديقي 13، وروح على طول نعمل ايه جدول الضرب من هنا لهنا كده وكده اهو. يلا بينا، 1 2 3 4 ونحتاج نزود، الواحد في 13 ب13، 2 في 13 ب26، هتتلخبط واحدة واحدة، التلاتة في 3 ب9، والواحد في 3 3، التلاتة في 4 ب12، 2 معايا واحد، والواحد في الأربعة ب4، واحد يبقوا 5. أنا شغال مع رقمين، تروح تاخد رقمين، هي ال44 جرام الكام؟ ال39، تحط دي 39 ودي كده فوق، جاب لي أي حاجة يا مستر، الرقمين ده هما ينزلوا، أي أرقام دي تنزل. طب يلا بينا نطرح بقى، 44 ناقص 39 اللي هي بكام؟ ب5. أنا شغال مع رقمين، الرقمين ده يا مستر 58 ده بعيدة شوية، اضرب في 5، 3 في 5 ب15، 5 معاك واحد، واحد بخمسة ب5 وواحد 6، اضرب في 7 لحد ما توصل لرقم قريب من هنا. احنا وصلنا أصلا، ماشي. هنا النسبة 58 لقيتها يا مستر أقرب حاجة ليها ال 52، حط لي هنا 52 مضروبة في الأربعة، تحط لي فوق الأربعة، اطرح يلا، بس جاب لي حاجة تنزل الرقم ده، 8 ناقص 2 ب6، هي ال 65 فين؟ أهي، مضروب في كام؟ في 5، تحط لي هنا كام؟ 65، تطرح تلاقي المسألة صفرت، يبقى كده خارج القسمة كام يا هندسة؟ اجرى 345. طب شوف دي، وزعت إدارة مصنع مبلغ 8125 جنيه على 11 موظفا بالتساوي، حين نصيب يبقى نروح نقسم برضه، هنكسب 8525 على ال11. يلا بينا جدول الضرب، طبعا ده أسهل جدول ضرب في حياتك هندسة، ليه؟ الواحد في 11 ب11، 2 تقعد تشيل الواحد وتحط مكانه 2 يبقى 2 2، التلاتة 3 3 اللي هو 33 يعني، الأربعة 4 4 اللي هو 44، الخمسة يبقى 5 5 اللي هو 55، والستة اللي هو 6 6، وطبعا احنا لو كملنا الطالب فرحان، ماشي. دول رقمين تروح تاخد رقمين، ال85 دورت يا مستر، صدق احنا محتاجين نكمل، 7 8 9، 77 88 99. ها انهي الاقرب ليها يا صديقي؟ والله يا هندسه بعد تفكير عميق لقينا يا مستر ال77. واحد يقول مستر ما ال85 يا مستر هنزود ايه؟ قلت ايه؟ هنزود؟ لا احنا بنعوز ننقص مش نزود، بنعوز الاقل مش الاكبر. كام ديت؟ 77، دي بتنحط هنا ونحط هنا 7، وجاب لي اي حاجه، الرقمين ده هما بينزلوا اللي هما 25، 5 ناقص 2، 5 ناقص 7 مش هينفع، نستلف دي بقت 7 15، 15 ناقص 7 ب8، شغال مع رقمين، 82 فين؟ برضه بالسبعة، نزل هنا 7 ونزل هنا هندسة 77، الرقم ده ينزل اللي هو 5، وروح اطرح يلا، والله 2 ناقص 5 مش هينفع، روح استلف، فدي أصبحت، برافو عليك 7، ودي أصبحت 12، 12 ناقص 5 ناقص 7 بكام؟ ب5، 7 ناقص 7 بصفر، 55 أهي، نحط هنا 55 ونحط هنا 5، فتلاقي المسألة صفرت معاك، فيبقى نصيب كل موظف هو 700 كام يا صديقي؟ 75 جنيها، والسؤال ده كده ايه خلاص. وبكده يا صديقي نكون خلصنا المراجعة بتاع شهر نوفمبر هندسة، وانتظرنا هندسة إن شاء الله هنحله نماذج كتاب الأضواء في قائمة التشغيل الهندسي اللي هنسيبها لك طبعا في الوصف بتاع الفيديو وأول كومنت، وتقدر تتابع معانا في هندسي على الواتس من خلال قناة رياضية الباهي على التليجرام، هتلاقي فيها هندسة كل حاجة مثبتة، وكل الكلام ده هوت في الوصف بتاع الفيديو. فخلينا نشوفكم في فيديو الخير الجاي، السلام عليكم.